السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا دفعة تالتة ثانوي 2026 بإذن ربنا نكونوا بخير. جايين نعمل إيه النهارده يا جماعة؟ هنكمل في الهرمونات زي ما احنا وهنشرح الغدة اللي عليها الدور اللي هي الغدة الدرقية. بس احنا اتكلمنا طبعا الثلاث محاضرات اللي فاتوا. أول محاضرتين كانوا بدايات في الهرمونات وثالث محاضرة كانت عن الغدة النخامية. دي رابع محاضرة في الهرمونات وهنتكلم فيها عن الغدة الدرقية. غدة سهلة بسيطة أقل من معلومات الغدة النخامية بس ركز معايا فيها. حلو كده؟ تعال نشوف يا عم. يبقى احنا هنتكلم النهارده بإذن الله عن الغدة الدرقية. ايه اللي محتاج تعرفه يا سيدي عن الغدة الدرقية دي؟ مبدئيا هحتاج اعرف معلومتين كده بشكل عام. ايه المعلومتين اللي بشكل عام؟ اول حاجة هحتاج اتكلم عنها الموقع. اقدر الاقي الغدة الدرقية ديت فين في جسمي. وتاني حاجة هحتاج اتكلم عنها الوصف. يعني لو هوصف الغدة الدرقية دي هوصفها ازاي وهوصف الشكل عامل ازاي والقصة دي كلها. واحدة واحدة كده. أولا بالنسبة للموقع فالغدة الدرقية ده يا جماعة موجودة هنا. يعني في العنق عندك في رقبتك في الجزء الأمامي مش الجزء الخلفي. في الجزء الأمامي فهنقول إن هي في الجزء الأمامي من العنق. لازقة في مين؟ لازقة في القصبة الهوائية بس مش هقول زيادة عن كده. يبقى بالنسبة للموقع لو احنا تخيلنا مع بعض يعني إن دي مثلا إيه؟ يعني نتخيل كده إيه؟ دي حتة كده من الحنجرة مثلا ودي القصبة الهوائية مثلا. خلاص. هي بقى بتوجد ملاصقة للقصبة الهوائية بتبقى عاملة كده جزء هنا كده ماشي وجزء قباله كده. بس لا مش بس ده بتبقى كمان الحتتين دول لازقين في بعض كده دي كده ودي كده. ولما اجي ابص عليها يا جماعه لو تخيلنا ان انا هلمس الغده الدرقيه دي من جوه حاجه امشي ايدي عليها مش هلاقيها ناعمه هتلاقيها خشنه كده يعني. احفظ لك اي مثال يعني. تخيل انك جايب شويه حبيبات عنب وحاطط شويه العنب دول جنب بعض لما تمشي ايدك مش هتلاقي الحته ناعمه خالص لا انت هتلاقي زي مطبات كده طالعه ونازله طالعه ونازله طالعه ونازله. هو ده معنى كلمه غده حويصليه يعني مش ناعمه تماما ده بتتكون من حويصلات كده حتت جنب بعضها. شفت مثلا ايه حويصلات التشابك؟ مش دي بيبقى جواها الاسيتيل الكولين. فالحويصلات معناها اكياس جنب اكياس جنب اكياس جنب اكياس حته جنب حته جنب حته فبتدي خشونه ما بتديش نعومه. فدلوقتي حويصليه يعني بتتكون من حويصلات كتير كده. فلو فرضنا ان انا مشيت ايدي عليها مش هلاقيها ناعمه هلاقيها خشنه. ده معنى كلمه غده حويصليه. ماشي. يبقى الاول عشان ما نتلخفنش خلينا في الموقع. احنا كده اتفقنا ان الموقع ان هي موجوده في الجزء الامامي للعنق. دي اول معلومه اهو في رقبتك من قدام لازقه في مين؟ لازقه في القصبه الهوائيه. يبقى ملاصقه اهو للقصبه الهوائيه. ماشي يا عم. طيب ده بالنسبه للموقع. لو هنيجي نتكلم عن الوصف بقى هوصف الشكل اللي قدامي ده. ايوه يعني هقول له ايه؟ مبدئيا ان هي بتتكون من حويصلات يعني مش ناعمه فاقول له ان هي غده حويصليه تميل للون الاحمر. اللون بتاعها يعني مش احمر غامق قوي زي الكبد والكليه والكلام ده لا اللون بتاعها احمر فاتح سنه فعشان كده بنقول عليها تميل للون الاحمر. وطبعا الاحمر ده بسبب الدم اللي موجود جواها. فبناء على كده اول حاجه في الوصف يا جماعه غده حويصليه. الغدة دي مالها؟ تميل للون الأحمر. ماشي يا سيدي، إيه كمان؟ قال لك هي بتتكون من جزئين، الجزء ده والجزء ده وما بينهم وصلة، الوصلة دي يا جماعة اسمها برزخ، برزخ زي ما ذكر عندنا في القرآن مثلا اللي هو مرج سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني البرزخ ده وصلة بتوصل ما بين المياه المالحة والمياه العذبة اللي هي موجودة في منطقة اللسان في راس البر. فكلمة برزخ يعني وصلة فدي برضه وصلة بتوصل ما بين النصين دول. فبنقول يا عم إن هي بتتكون من فصين بس الفصين دول بينهما برزخ. كلام جميل. ماشي. ايه كمان؟ زيها زي اي حاجه في جسمك لازم تبقى محاطه بغشاء عشان الحمايه. يعني مثلا زي غشاء التمور بتاع القلب وظيفته حمايه القلب. فبناء على كده برضه تحاط
بغشاء، والغشاء ده من نسيج ضام. بسبب ايه يا مستر؟ بسبب الحمايه. يبقى لما جيت اوصف قلت ان هي غده حويصليه تميل للون الاحمر، حوالينها غشاء علشان يديها الحمايه، وبتتكون من فصين، والفصين دول بينهما برزخ. بس ده كده الوصف بتاعها. وصفت الشكل عامل ازاي؟ ماشي. يبقى ده كده بالنسبه لاول معلومتين، بالنسبه للموقع وبالنسبه للوصف. طب تعال نتكلم عن الافرازات. هي بتفرز ايه؟ هنتكلم عن الموضوع الثاني كده. افرازات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية يا سيدي بتفرز هرمونين، يلا بينا نتعرف عليهم. عايزك تركز معايا، الغدة الدرقية سهلة جدا بس ركز معايا في المعلومات. الافرازات هما هرمونين بس. الهرمون الاولاني هنكتبه هنا اهو نتكلم عنه، واسمه هرمون الثيروكسين. الثيروكسين اهو. ماشي. والهرمون التاني اسمه الكالسيتونين. تحس اسمه جاي من الكالسيوم كده، الكالسيتونين. ماشي. يبقى احنا كده معانا اهو، خلاص نمسح بس الحته دي. يبقى احنا كده معانا هرمونين، واحد اسمه الثيروكسين والتاني اسمه الكالسيتونين. طيب الهرمونين دول بيتفرزوا منين؟ بيتفرزوا من الغده الدرقيه. طيب بيتفرزوا بتاثير من مين؟ بتنشيط من مين؟ ايوه يا مستر انا عارف، بتاثير من التي اس اتش. لا، حاسب هنا بقى ونبدا نقارن كده ونميز. نميز من حيث ايه؟ ان الثيروكسين ده هو اللي يفرز بتاثير من التي اس اتش. الله. طب والكالسيتونين ده بتاثير من مين؟ وهيوضح معانا الكلام ده دلوقتي. لا، هو بيفرز بتاثير من نسبه الكالسيوم اللي موجوده في الدم. تفرق. يبقى اللي بيأثر على افراز الثيروكسين التي اس اتش المفرز من الغده النخاميه، اما اللي بيأثر على افراز الكالسيتونين نسبه الكالسيوم اللي موجوده في الدم، ودي هتوضح معانا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الوظيفه. بس خلينا في اول حاجه عشان ما نتلخفنش، خلينا في الثيروكسين. هحتاج اعرف هو بيتكون من ايه. الثيروكسين ده يا جماعه من الهرمونات اللي بتتكون من احماض امينيه. فاكر الملحوظه بتاعت المحاضره اللي فاتت ان احنا عندنا في منهجنا 27 هرمون، منهم 3 هرمونات بتتكون من احماض امينيه، منهم 7 بيتكونوا من استرويدات، منهم 17 بيتكونوا من اللي هو البروتينات. يبقى 17 و23 و7 27. ما اتكلمناش عن حاجه فيهم لسه. ايوه انا مش هقدر اكلمك عنهم غير لما نخلص الهرمونات كلها. المهم ثيروكسين اهو نعرف ان هو بيتكون من حاجتين. ايه الحاجتين؟ احماض امينيه زائد يود. ده التركيب بتاع الثيروكسين، عباره عن احماض امينيه زائد يود. ماشي. يبقى عباره عن احماض امينيه زائد يود، بيتفرز من الغده الدرقيه، بيتفرز بتاثير بندهه بامر من التي اس اتش اللي جايه من الغده النخاميه. حلو. بيعمل ايه يعني الثيروكسين ده في جسمنا؟ انجز لنا الدنيا كده. لازمته ايه في جسمك يعني؟ تعال نشوف يا سيدي لازمته ايه في جسمنا. خلينا باللون ده. قال لك ان الثيروكسين بيعمل شويه وظائف كده، تعال نتعرف عليها. اول حاجه سلامه الجلد والشعر. ده من اهم الهرمونات يا جماعه اللي بيحافظ لك على الجلد بتاعك تمام والشعر بتاعك تمام، ما يبقاش متساقط ولا الكلام ده. سلامه الجلد يعني الجلد تمام زي العادي كده، اما لو الجلد فيه مشكله ممكن تعمله كده تلاقيه اتقطع اتعور في ايدك اصلا. خلاص ماشي. يبقى سلامه الجلد والشعر. بيعمل حاجه ثانيه الثيروكسين، قال لك نضج الشخص بدنيا وعقليا. بيساعد كمان ان الشخص ده ينضج، سواء ينضج عقليا وتفكيريا بقى والكلام ده، او ينضج بدنيا وجسمه يبدا يزيد. ايه ده؟ هو مش هرمون النمو؟ لا، ما هو مش هرمون واحد يا جماعه اللي بيساهم في وظيفه معينه في جسمك. يعني النمو بيتحكم فيه هرمون النمو؟ اكيد طبعا. طب الثيروكسين بيساهم برضه؟ اكيد طبعا. ازاي؟ هنتعرف على وظائفه دلوقتي. بس هنعرف ان الثيروكسين ده يا جماعه اللي بيخلي خلايا جسمك تبقى معاها طاقه اصلا.
هو اللي بيدي اوامر لجسمك عشان تعمل الاكسده بتاعه الجلوكوز. فتخيل لو مفيش اكسده الجلوكوز يبقى مفيش طاقه، يبقى سيادتك مع السلامه هتموت اصلا. خلاص، اوعى تفكر ان الوظيفه علشان لها حد بشكل مباشر خلاص بقى الباقيين ما لهمش لازمه، لا لهم لازمه برضه، تعرف كل واحد وظيفته ايه. ماشي، يبقى بيساعد على النضج الشخصي سواء بدنيا او عقليا او حتى بيساهم في النضج الجنسي كمان. ايه كمان يا سيدي الثايروكسين ممكن يعمله؟ قال لك اهو اكسده الغذاء، بيساعد على التمثيل الغذائي، تحديدا اكسده الغذاء. واكسده الغذاء ده يا جماعه المعادله اللي كنا واخدينها افكرك بيها، اللي هي ده بتاعه C6H12O6 ده الجلوكوز، زائد ال 6O2 كان بيطلع لك 38 جزيء من ال ATP و6 جزيئات من الميه و6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون. اللي بيدي الامر بقى للخليه عشان تعمل كده هو الثايروكسين، عشان كده بقول لك يساعد على اكسده الغذاء. طيب ايه كمان؟ قال لك ان الثايروكسين ده كمان يا سيدي بيساعد على امتصاص السكريات الأحادية من الأمعاء الدقيقة. بيروح للأمعاء الدقيقة كده كأنه بيقول لها يا أمعاء دقيقة، تقول له عايز ايه يا ثايروكسين؟ ما عندكيش شوية سكريات أحادية؟ تقول له عندي، اصبر عليا بس هخليهم يتم امتصاصهم دلوقتي من القصة بتاعة الامتصاص بتاعة الثانية بقى والخملات والقصص دي. يقول لها لا انجزي لنا الدنيا، ده الجسم محتاج السكريات الأحادية دي، فيلا اتسرعي شوية. فكده الثايروكسين بيعمل على امتصاص السكريات الأحادية من الأمعاء الدقيقة. دي الوظيفة العامة للثايروكسين. طب لو جينا ننقل على الكالسيتونين، بيعمل ايه الكالسيتونين ده يا جماعة؟ الكالسيتونين ده يا سيدي عايزك تفتكر ان هو حماية للكالسيوم اللي في العظام. يعني بيمنع سحب الكالسيوم من العظام. ده يا جماعة كأنه حماية كده، كأن العظام بتقول له احميني يا كالسيتونين. احميك ازاي يا عظام؟ تقول له الحقني، ده عايزين ياخدوا مني الكالسيوم اللي موجود عندي. يقول لها لا ما تقلقيش، ده انا هحافظ لك على الكالسيوم اللي عندك يا عظام عشان ما يجيلكيش هشاشه، وكمان لو لقيت شويه كالسيوم زياده في الدم هجيبهم اديهم لك، ما تقلقيش هظبط لك الدنيا يعني. ده وظيفه الكالسيتونين يا جماعه، بيحافظ لك على نسبه الكالسيوم اللي موجوده في العظم ويمنع سحبه يعني من العظام، ولو لقى زيادات في الكالسيوم ممكن ياخدها ويديها للعظام كمان. خلاص، ده بالنسبه للكالسيتونين ومش محتاج منه زياده عن كده. طيب ده الهرمونين اللي بيفرزهم الغده الدرقيه. عايز اكمل كلامي بقى عن الثايروكسين ده، ان ممكن الثايروكسين ده يا جماعه يحصل له خلل. هو ممكن الكالسيتونين يحصل له خلل بس هنكمل كلامنا الحصه اللي جايه مع غده اسمها الجهارات الدرقيه وهنفهم بيتظبط ازاي، فسيبك من ده دلوقتي، خلينا في ده. الثايروكسين لو زاد او نقص ممكن يعمل اعراض مرضيه، فمحتاجين نعرف ايه الاعراض المرضيه دي. خلاص تعالى كده بينا نشوف. يبقى بسم الله نبدا في العنوان الجديد الا وهو الخلل في افراز الثايروكسين. لو حصل خلل في الثايروكسين ايه الامراض اللي هتيجي وايه القصه عشان نتكلم عنها. بص يا سيدي، هو مبدئيا ممكن يحصل خلل في الثايروكسين ليه؟ لاسباب كتير. ممكن مثلا نقص عنصر اليود اللي بيكونه اصلا، ممكن نقص الاحماض الامينيه اللي احنا محتاجينها، ممكن الغده الدرقيه نفسها تتجن يبقى عندها مثلا تضخم فتفرز بزياده، ممكن يبقى الغده عندها ضمور فتفرز اقل، ممكن يبقى في مشكله في المستقبلات فمش قادره تستقبل التي اس اتش فتفرز قليل، ممكن المشكله في النخاميه افرزت تي اس اتش كتير فالغده الدرقيه افرزت ثايروكسين كتير وسمعت الكلام، ممكن يبقى الدرقيه عندها تي اس اتش قليل فالدرقيه تفرز ثايروكسين قليل وسمعت الكلام كده يعني قصص، وهنتكلم على القصص دي وهنوضحها دلوقتي باذن الله. ارجع لي بقى كده، يبقى احنا بنتكلم عن الخلل في افراز الثايروكسين. ايه الخلل اللي ممكن يحصل؟ يا نقص يا زياده. خلينا نبدا بالنقص اهو. نقص الافراز. وتاني حاجه هنا اهو زياده الافراز. زياده الافراز.
لو حصل يا سيدي نقص في افراز هرمون الثيروكسين ده بنقول عليه مرض كده. ايه المرض؟ بنقول عليه التضخم او الجيتر البسيط. بيحصل تضخم او جيتر يعني باللاتيني معناها تضخم بسيط، يعني بيحصل تضخم بسيط في الغده هنا، وهقول لك ليه دلوقتي. اما هنا لو حصل زياده في الافراز بنقول عليه التضخم او الجيتر برضه بس الجحوظي. يعني ايه كلمه جحوظي ديت؟ هوضحها لك برضه دلوقتي واحنا بنتكلم، بس خلينا نبدا باول حاجه. نقص افراز هرمون الثيروكسين. في نقص بيكون نقص عادي، يعني نقص بنسبه قليله وممكن يتعالج، وفي نقص بيكون على اللي بيتقال عليه يا جماعه نقص حاد، ده اللي بيعمل لي شويه مشاكل حلوه كده. فخلينا نبدا باول حاجه بالعادي. ايه العادي ده بقى يا سيدي؟ قال لك لو حصل نقص افراز في العادي اهو، بص يعني بص نبدا اول نقطه في العادي، او مش عايزين دي في حاجه بقى اهو، او نقص حاد. يبقى انا عندي نقص افراز هرمون الثيروكسين له احتمالين، يا اما نقص في العادي وده بيحصل بسبب ده اهو عنصر اليود، بيبقى عنصر اليود ناقص في جسمك. طب العلاج تعمل ايه؟ ادي للشخص يود سواء عن طريق اقراص، وده مستبعد شويه لان اليود موجود في حاجات كتير عادي، الملح العادي اللي بنستخدمه، الشيبسي مثلا، المأكولات البحريه، الاعشاب البحريه، الحاجات دي اصلا فيها يود. فلو مثلا حد عنده المشكله الصغيره دي الدكتور بينصحه بس انه ياكل شويه مأكولات من اللي فيها يود والموضوع انتهى بالنسبه له. فلو النقص في العادي بيحصل بسبب ايه؟ في العادي ده، في العادي بسبب نقص اليود. طب العلاج؟ والعلاج بنديله يود، بندي للشخص دوت يود يبقى المشكله عنده اتحلت. اما المشكله بتبدا تظهر اكتر لو حصل نقص حاد في افراز هرمون الثيروكسين. قال لك النقص الحاد ده بقى له احتمالين، يا اما مرض بنقول عليه مرض القماءه، يا اما مرض بنقول عليه الميكسوديما، يا اما القماءه يا اما الميكسوديما. القماءه ده بيحصل بسبب ايه؟ نقص حاد في افراز هرمون الثيروكسين بس عند الاطفال. طب الميكسوديما ده نقص حاد في افراز هرمون الثيروكسين بس عند البالغين. كلام جميل. هنتكلم عن الاعراض بتاعتهم دلوقتي. خلينا نبدا باول واحد عشان ما نتلخفنش، اللي هو القماءه. تعال نشوف وهنرجع لدي بعد كده. تعال نشوف اهو اعراض مرض القماءه. اعراض مرض اهو، نقسم اعراض المرض دي لاتنين. اول اعراض مرض القماءه. افتكر كده القماء دي كانت بتحصل بسبب ايه؟ نقص حاد في افراز هرمون الثيروكسين بس عند الاطفال. ونكتب هنا اعراض مرض الميكسوديما اللي هو نقص حاد في افراز هرمون الثيروكسين بس عند البالغين. الميكسوديما. اما يا سيدي بالنسبه للقماءه، الاعراض اللي هتظهر على الطفل ده قال لك هيظهر عنده مشاكل في 3 حاجات. اول حاجه في النضج العقلي، وتاني حاجة في النضج البدني، وتالت حاجة النضج الجنسي. هيحصل عنده مشاكل في ال3 دول. بالنسبة للنضج العقلي المشكلة اللي هتحصل عنده هيبقى عنده للأسف تخلف عقلي، قدرات عقلية أقل من الطبيعي. لأن زي ما احنا كنا قايلين، ارجع كده معلش بعد إذنك معايا، هتلاقي ان الثيروكسين اهو بيعمل على نضج الشخص بدنيا وعقليا. طب نقص يبقى في مشكله في البدن وفي مشكله في العقل كمان. فبالنسبه للعقل هيحصل عنده تخلف عقلي. طب بالنسبه للنضج البدني هيكون قصير بس لا، والرقبه كمان قصيره، والرقبه قصيره.
بس قال لك لا، والدماغ كبيره. يبقى يتعرف ازاي من الجسم بتاعه؟ هتلاقي ان هو كشخص قصير، الرقبه بتاعته تكاد تكون مش باينه اصلا، والدماغ كمان كبيره. استاذ ما هو كده يبقى اسمه قزم. روق كده معايا عشان في فرق ما بين الاثنين قصيرين بس القزامه ده شخص عادي جدا بس قصير، يعني العقل بتاعه تمام، النضج الجنسي تمام، يقدر يتجوز ويخلف والدنيا زي الفل. اما هنا قصير بس عنده مشكله في العقل وعنده مشكله كمان في النضج الجنسي، ففي الغالب ما بيقدرش يخلف ولا يتجوز ولا الكلام. طيب بالنسبه للنضج الجنسي، ما احنا لسه قايلينها بقى اهو، بيحصل عنده تاخر في النضج الجنسي، بيبقى عنده مشكله شويه في النضج الجنسي. دي الاعراض اللي هتظهر لو هو طفل. طب لو هو شخص بالغ وعنده الميكسوديما، تعال نشوف ايه شويه الحاجات اللي هتظهر عنده لو هو شخص بالغ. بص كده، لسه كنا قايلين ان هو بيعمل على سلامه الجلد والشعر. طب هو عنده نقص، يبقى الجلد والشعر فيهم مشكله. بص هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده يا سيدي اهو جفاف الجلد وتساقط الشعر. الجلد عنده هيبقى جاف جدا لدرجه ان هو يتشقق بسهوله، وتساقط للشعر كمان. ايه ده يا استاذ؟ سؤال معلش، انا عندي تساقط في الشعر يبقى انا عندي ميكسوديما؟ اكيد لا يا جماعه، تساقط الشعر له اسباب كتير قوي طبيا، ده سبب من ضمن الاسباب. خلاص ماشي، يبقى جفاف في الجلد وتساقط في الشعر. ايه كمان؟ احنا كنا لسه قايلين ان هو بيعمل على اكسده الغذاء عشان يطلع لي الطاقه. طب لو نقص، يبقى هينقص عندك أكسدة الغذاء فتنقص عندك الطاقة. يبقى نقص الأكسدة لدرجة عدم تحمل البرودة. الأكسدة اللي في الجسم دي يا جماعة في الطبيعي كانت بتحافظ على درجة حرارة جسمك الطبيعية. طب لو حصل عنده نقص في الأكسدة يبقى درجة الحرارة بتاعت جسمك أقل، فالشخص ده بيبقى سقعان جدا في التوقيتات اللي أنت كشخص طبيعي مش سقعان عادي والدنيا جميلة، ده الجو حلو يعني، هو بيبقى سقعان جدا بسبب نقص الأكسدة. افتكر الأكسدة ده يا جماعة كأن ناس قاعدة مولعة في جسمك عشان تحافظ على درجة حرارة جسمك من جوه، ولا تزود الولعة ولا تقلل الولعة. هنا بقى الولع عنده قلت، فعشان كده بيحس ان هو بردان شويتين ثلاثه. طيب ايه كمان؟ طالما الطاقه قليله هيتعب بسرعه، يبقى سرعه التعب والاجهاد من اقل مجهود. يعمل مجهود ولا تلاقيه تعب. انت تطلع الدور الثاني على مهلك ما تتعبش، هو يطلع نفس الدور الثاني على مهله يلاقي نفسه تعب لان عنده الطاقه قليله. طب ايه كمان؟ هو دلوقتي القلب عنده محتاج طاقه، فالطاقه قليله، فمعدل ضربات القلب حتى هي كمان بتتاثر، فيبقى عنده نقص في معدل ضربات القلب. اهو نقص معدل ضربات القلب. طب ايه كمان؟ هو عنده الاكسده فيها مشكله فعمال يلغ، واللي هو بيلغه ده بيتخزن، اللي هو يلغ يتخزن فيحصل له حاجه اسمها السمنه المفرطه، فيبقى عنده كمان اهو السمنه المفرطه. فايه اللي بيحصل بقى؟ كمحاوله يعني من الغده النخاميه تبقى مستغربه، هو انت يا درقيه ما بتفرزيش سيروكسين ليه؟ انا هساعدك يا درقيه، فتبعت لها اوامر ان هي تتضخم سنه، فلما تتضخم سنه كمحاوله يعني ان هي تعوض نقص الافراز اللي عندها، بس ما بتعوضش ولا حاجه، بس كمحاوله. فعشان كده بيحصل فرق بين تضخم بسيط مش تضخم ملحوظ يعني. خلاص، بناء على كده سميناها التضخم او الجويتال البسيط، يعني تضخم بسيط بيحصل هنا كمحاوله من الغده ان هي تظبط النسبه تاني. ده كده يا سيدي بالنسبه للاعراض اللي بتحصل عند الشخص اللي عنده الميكسوديما. طب ما عايزين نعالجهم، هنعالجهم ازاي بقى؟ طب انت عندك نقص افراز وانت عندك نقص افراز، ده ممكن يتلحق في البدايه لو الاعراض بدات تظهر بسيط من البدايه والدكاتره خدت بالها او التحاليل ظهرت، ممكن يتعالج من البدايات خالص ممكن. اما لو الاعراض بدات تظهر وتبقى متاصله كده الحوار بيبقى صعب شويه. بس ان هو نفرض ان احنا هنلحقهم، هم عندهم نقص افراز فنديهم سيروكسين مش اكتر من كده. يبقى العلاج سواء هنا او هنا بالمستخلص بتاع الغده، مستخلص الغده يعني هرمون الثيروكسين، طبعا بنسب معينه علشان ما ينفع تزيد ولا ينفع تقل، ما انت عارف الهرمونات لازم بنسب معينه. ماشي، ده بالنسبه لو حصل نقص في الافراز.
طب لو حصل بقى زياده في الافراز ده بنسميه تضخم او جيتر جحوظي. ليه جحوظي؟ تعال نشوف الاعراض، ومن الاعراض هتفهم قصدي واحده واحده كده. مبدئيا يا سيدي الشخص اللي بيكون عنده التضخم الجحوظي ده بيبقى عنده تضخم فعلا، فيبقى عنده ايه؟ تضخم الغده والعنق وجحوظ العينين. الشخص ده بيبقى عنده تضخم في الغده والعنق، تلاقي الحته دي بقى مش كبيره بسيط كده زي الجيتر البسيط، لا ده كبيره حلوه كده. وبتلاقي كمان يا جماعه عنده جحوظ في العينين. يعني ايه جحوظ؟ يعني العين طالعه لبره كده كانه مبرق، كان عينه بتطق شرار يعني زي ما بيقولوا، فبتلاقيه مبرق لبره كده. ليه؟ لان بيبقى عنده زياده قوي في التهيج العصبي، وقصص هنتكلم عنها دلوقتي، بس خلينا خطوه خطوه. يبقى هلاحظ عنده تضخم في العنق هنا وفي الرقبه، وهلاقي عنده جحوظ في العينين، عشان كده سموه تضخم جحوظي. ماشي، طيب ايه كمان؟ تعال نقارن ما بينه وما بين الميكسوديما. هنا كان عنده نقص اكسده، هنا بقى زياده ثيروكسين، يبقى زياده اكسده، يبقى زياده اظهري اهي، زياده معدل الاكسده لدرجه عدم تحمل الحراره. الاكسده هتزيد لدرجه ان هو يا جماعه مش قادر يتحمل الحراره اللي جواه. عارف شعور انك تبقى في يوم حر كده ومش طايق نفسك حرفيا؟ هو ده نفس الشعور اللي الشخص ده بيكون حاسه. او بما انه كده مش طايق نفسه، يبقى عنده حاجه اسمها تهيج عصبي، اعصابه تعبانه يعني بيخانق دبان وشه كده زي ما بيقولوا، يبقى عنده كمان تهيج عصبي. بس كده؟ لا مش بس. ضربات القلب ايه ظروفها بقى؟ هنا كان انخفاض في معدل ضربات القلب، نقص في المعدل، يبقى هنا زياده في المعدل لان الاكسده بزياده والطاقه بزياده، يبقى زياده معدل ضربات القلب. عارف برضه القصه في ايه؟ ان خلايا الجسم عمال يجي لها ثيروكسين، بما انه زادت افراز بقى، فيقول لها خلايا اكسدي، تقول له يا عم والله لسه مأكسده، اكسدي اسمعي الكلام. فالخلايا كانها بتتلحى على القلب، يا قلب الحقنا، ابعت لنا جلوكوز وابعت لنا اكسجين، ابعت لنا دم، علشان الثيروكسين مش راحمنا، عمال يقول لك اكسد اكسد اكسد. فبناء على كده القلب عمال يضخ يضخ يضخ، فبيزود ضغط الدم شويه وبيزود معدل ضربات القلب عند الشخص ده. طب ايه كمان؟ هو مش لاحق يخزن اكل بقى، كل ما ياكل ياكسد، كل ما ياكل ياكسد، كل ما ياكل ياكسد، يبقى ما بيلحقش يخزن، ما بيلحقش يتخن، يبقى عنده كده ايه؟ نقص في الوزن، عنده نحافه. يعني عارف اللي يقول لك ايه؟ ده بياكل ومش ظاهر عليه حاجه. اللي بياكل، النقطه دي جت لوحدها يا جماعه، خدت بالك؟ بياكل ومش ظاهر عليه حاجه، ده المفروض يعمل تحليل غده، ممكن يبقى المشكله في الغده فتتعالج عنه. ده يا سيدي بالنسبه للمرض اللي اسمه التضخم الجحوظي. طب ده نعالجه ازاي؟ طريقه من اتنين: يا اما نستأصل جراحيا حته من الغده لو بدات تكبر، يا اما ممكن لو الغده ما كبرتش ومش ظاهره قوي والكلام ده يدوا ادويه مثبطه تثبط افراز التي اس اتش او تثبط افراز الثيروكسين نفسه. هدي الدنيا شويه كده عشان الشخص يتعالج يعني. ده معناه. ده بس يا سيدي اللي عايز اعرفه عن الغده الدرقيه. تعالى نرجعها الاول عشان نكمل كام نقطه كده وكم ملحوظه ويبقى خلصنا. بص يا اخويا، سمي الله بقى كده وراجع معايا في دقيقتين. احنا اتكلمنا النهارده عن الغده الدرقيه. قلنا ان مكانها في الجزء الامامي، لازقه في القصبه الهوائيه، موجوده في المنطقه الاماميه من العنق. طيب الوصف بتاعها قلنا ان هي حويصليه مش ناعمه، تكون من جزئين، ما بينهم برزخ تحب غشاء، اللون يميل للون الاحمر. طيب الافرازات بتاعتها قال لك هرمونين، واحد اسمه الثايروكسين، ده اللي كان بيتاثر بالتي اس اتش، وده كان بيتكون من احماض امينيه ويود. وظيفته ايه بشكل عام؟ سلامه جلدك، سلامه شعرك، امتصاص السكريات الاحاديه من الامعاء الدقيقه، اكسده الغذاء خاصه الجلوكوز مثلا، وكمان كان بيساعد على اللي هو النضج بتاع الشخص بقى سواء بدنيا عقليا جنسيا. طب الهرمون التاني الكالسيتونين ده ما كانش بيتاثر بالتي اس اتش، خلي بالك، ده كان بيتاثر بنسبه الكالسيوم اللي موجوده في الدم. فلو نسبه الكالسيوم في الدم زادت يتفرز عشان ياخد شويه يديهم للعظم، لان وظيفته ان هو حمايه للعظم، بيحاول يمنع سحب الكالسيوم من العظام علشان ما يحصلش هشاشه عظام. ماشي، بدانا نتكلم وقلنا هنكمل كلامنا عن الثايروكسين. قلنا الخلل في الثايروكسين يا اما نقص يا اما زياده افراز. النقص بنسميه تضخم اجيتر بس بسيط، لو بسيط خالص وفي العادي بسبب نقص اليود اديله يود والمشكله اتحلت. اما لو نقص حاد قال لك على حسب، شخص عنده قماء يعني طفل، او ميكسوديما يعني شخص بالغ.
بدأنا أول حاجة بالقماءة، وقلنا الطفل اللي هيكون عنده القماءة هيبقى عنده مشكلة في النضج العقلي والبدني والجنسي. النضج العقلي تخلف عقلي، النضج البدني قصير، رقبته قصيرة خالص تكاد تكون راسه لازقة في جسمه، والراس كمان كبير. طب النضج الجنسي تأخر في النضج الجنسي. طب لو شخص بالغ وعنده الميكسوديما، جفاف في الجلد بقى، تساقط الشعر، نقص معدل الاكسده عنده، فينقص معدل ضربات القلب، فيخزن الاكل اللي موجود عنده يفضل يتخزن، فيحصل له حاجه اسمها السمنه المفرطه، وكمان الاكسده قليله، يعني درجه حراره جسمه الداخليه قليله، فبناء على كده مش قادر يتحمل البروده. عكس الكلام ده خرج معانا حاجه اسمها التضخم او الجيتر الجحوظي، عكس الكلام اللي لسه قايلينه تحت. ده كده بالنسبه للغده. خلي بالك من نقطه مهمه جدا على العلاقه ما بين الغدد وبعضها. يعني لو احنا مثلا هنشوف سوا العلاقه بين النخاميه والضرقيه، تحديدا في القصه اللي لسه قايلين عليها، اللي هي قصه الثايروكسين. خلاص، ايه اللي عايز تقوله يا مستر؟ بص يا عم، لو النخاميه افرزت تي اس اتش بزياده، يعني النخاميه افرزت تي اس اتش بنسبه عاليه، ماشي اهو، فالدرقيه سمعت الكلام وافرزت ثايروكسين بزياده، ثايروكسين بزياده. مش هي سمعت الكلام؟ يبقى هي تمام، ما عندهاش مشكله. اذا هنا الخلل عند مين؟ الخلل عند النخاميه. يبقى الخلل النخاميه، خلل اهو، خلل، يبقى الخلل هنا نخاميه. خلينا ندردش كده. لو الغده النخاميه اللي انا مش عايز يجي افرزت تي اس اتش قليل، فقامت الغده الدرقيه الشطوره بنت الحلال دي افرزت ثايروكسين اهو قليل برضه، يعني سمعت الكلام. طالما سمعت الكلام يبقى ما عندهاش مشكله، يبقى المشكله برضه في النخاميه. نخاميه. طب خلينا نكمل. لو النخاميه قال لك ظهر معايا في التحليل ان عندها تي اس اتش بزياده عن الطبيعي، طبعا زياده عن الطبيعي، بس الدرقيه ما سمعتش الكلام فافرزت ثايروكسين قليل. ايه ده؟ يعني النخاميه تبقى مديالك تي اس اتش بكتير وبتديكي اوامر عليا وبتقول لك افرزي، فما تفرزيش، ما سمعتيش الكلام، انت وحشه كده، يبقى المشكله في الدرقيه طالما ما رضتش تسمع الكلام. او العكس بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو التي اس اتش اهو اتفرز بنسبه قليله، فبرضه الدرقيه ما سمعتش الكلام وعندها مشكله مجنونه في عقلها وافرزت ثايروكسين بزياده، ما سمعتش الكلام، يبقى كده الدرقيه فيها مشكله. اذا يبقى المشكله برضه عند الدرقيه. خلي بالك من النقط دي، يجي عليها اسئله عندنا كتير في الكتب وفي الامتحانات. خلاص، ده يا سيدي بالنسبه للعلاقه ما بينهم، ودي بنقول عليها ايه؟ حاجه اسمها التغذيه الراجعه السلبيه. يعني ايه التغذيه الراجعه السلبيه حرفيا برضه؟ التغذيه الراجعه السلبيه دي لو انا فرضت ان انت يا اللي بتتفرج دلوقتي الغده النخاميه وانا الغده الدرقيه، حلو؟ انت هتفرز ايه؟ تي اس اتش مظبوط، فيجي لي فانا افرز ايه؟ ثايروكسين مظبوط. لو في الطبيعي الثايروكسين بتاعي ده اول ما يزيد عن الطبيعي سنه بيجي لك يقول لك يا نخاميه احنا زياده عن الطبيعي، بطئي شويه من افراز التي اس اتش عشان النسبه ترجع طبيعيه تاني. يبقى انت نخاميه، انا درقيه، انت افرزت تي اس اتش فانا افرزت ثايروكسين. لو هو طبيعي مفيش مشكله، امورك طيبه. اول ما يبدا يزيد عن الطبيعي يجي لك كنخاميه يقول لك خلي بالك احنا بقينا زياده عن الطبيعي، هدي اللعب شويه وما تفرزش تي اس اتش كتير. فانت كنخاميه تسمع الكلام فتقلل التي اس اتش، فالثايروكسين يقل سنه فيرجع للطبيعي، يبقى الدنيا ظبطت. دي بنسميها تغذيه راجعه سلبيه، يعني الغده بتاثر على الغده الثانيه. ده كده يا سيدي بالنسبه للي محتاج اقوله النهارده. فمعايا شويه ملحوظات تعال نشوفهم سوا. اول ملحوظه يا عم بيقول لك فيها نجيب بس كده اي ليزر، ثواني كده يا عم نجيب الليزر ده اهو. ايوه هو ده، لا خلينا في الاحمر ده زي الفل.
اول ملحوظه بقول لك لو حصل انخفاض في التي اس اتش والثايروكسين كمان في الاثنين يبقى كده الدرقيه سمعت الكلام، يبقى الخلل كده في الفص الامامي للغده النخاميه. طب لو بص انخفض التي اس اتش بس الدرقيه ما سمعتش الكلام والثايروكسين كتير، او ارتفع التي اس اتش وبرضه الدرقيه ما سمعتش الكلام ومنخفض للثايروكسين، يبقى كده الخلل في الدرقيه طالما ما سمعتش الكلام. واللي انا لسه قايل لك حالا التغذيه الراجعه السلبيه يعني ايه؟ يعني تاثير هرمون على افراز هرمون اخر، يا اما بالتحفيز او التثبيط للغده، زي ايه كمثال؟ لا زي مثلا لو زاد الثايروكسين عن الطبيعي بيثبط النخاميه بافراز التي اس اتش، يعني بيروح للنخاميه يقول لها هدي اللعب شويه في التي اس اتش. ملحوظه رقم 4 بقول فيها ان الناس اللي بتكون عايشه بالقرب بقى من الشواطئ والسواحل المفروض في الطبيعي وعلميا نشاطهم اكتر من الناس اللي عايشه في الصحراء او بعيد عن البحر. اشمعنى يعني؟ بسبب توافر عنصر اليود في الغذاء وفي الماء وفي الهواء، فبيحفز تكوين الثايروكسين اللي هو بيعمل اكسده للغذاء، فالناس دي في الطبيعي بيبقوا نشطاء شويه. ممكن يا جماعه حد عايش في الصحاري او بعيد عن البحر وبياكل مأكولات بحريه ويود كتير، عادي يعني، مش شرط اساسي، مش شرط اساسي ان لازم الاستاذ قال اي حد عايش مثلا في اسكندريه انشط مننا، لا يا عم مش شرط، هو بيقول لك بس ده بيساعد بما انهم عايشين بالقرب من البحر، فالهواء بتاعهم اصلا فيه يود، الميه بيبقى طايلها يود، الغذاء اللي هم بياكلوه في الغالب يعني، وهو ممكن اصلا يكون في اسكندريه ما يحبش السمك عادي يعني، بس هو مجرد فكره او مجرد ملحوظه مش اكتر من كتاب التفوق. خلاص ماشي. 5 ان اليود ده ممكن تلاقيه في الملح المعالج باليود. ايه الملح المعالج باليود ده؟ اللي عندنا اللي احنا موجود في بيوتنا كلنا، ده بيبقى معالج بالشركات بتاعته او في الشركات بعنصر اليود، فكده كده في يود. وممكن كمان الاعشاب والمأكولات البحريه بتبقى مليانه بالعنصر بتاع اليود. ده يا سيدي بالنسبه للغده الدرقيه اللي هتلاقيها موجوده مع سيادتك هنا في المذكره، هنا في المذكره اهو في صفحه 28. الغده الدرقيه موقع ووصف بقى والثايروكسين والكالسيتونين، بعد كده التضخم البسيط والقماءه والميكسوديما والتضخم الجحوظي اللي هو الجيوتر الجحوظي، ووقفنا هنا عند الغدد الجارات الدرقيه. فممكن تكتب يا اما قصاد 29 يا اما قصاد 28 على حسب المكان اللي فاضي عندك، 5 ملحوظات اللي قلناهم، ويبقى كده الغده الدرقيه خلصت معاك، عشان لو انت كنت محتاج فيها حاجه او لو كنت غايب او حتى كنت حاضر ومحتاج جزئيه فيها حاجه او فيها مشكله بالنسبه لك. اشوفكم بقى على خير باذن ربنا في فيديو جديد. سلام عليكم.